مع البدايه ديال رمضان ضروري انكم توجدوا سلو، ولكن الاخوان غادي نوريكم واحد الطريقه اللي سهله وبسيطه وكيفاش انكم توجدوا وتحتفظوا به حتى انكم تحتاجوه تجبدوه وتخلطوه فقط الاخوان وتستافدوا منه. هنا كما غادي نشوفوا الاخوان غادي نشدوا واحد الكميه ديال الدقيق، كنحاولوا نحمروها مزيان ولا نديوها عند الفرناطي، هي والجنجلان واللوز ديالنا على هذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا. فاللوز ما كنقليوهش الاخوان، فقط اننا كندخلوه للفران وفقط اننا كنحمروه شويه على هذا الشكل هذا حتى يتبدل الكولور ديالو. دونك شفتوا الكولور كيفاش كان وكيفاش ولا. بالنسبه للكميه الاخرى ديال اللوز غادي نشدوها كما غادي تشوفوا، كنسلقوها. هنا نص كيلو غادي نسلقوه وجوج كيلو غادي ندخلوها للفران. دونك ملي غادي تدخلوها للفران غتحمر مزيان، والاخرى غادي نسلقوها. من بعد هذاك الشيء اللي سلقناه ضروري انكم تحيدوا له القشره وغادي ديروه في الزيت على هذا الشكل هذا. بالنسبه للزيت خصو يكون بارد ما يكون سخون، وكنحطوا فوق البوطه حتى انها كتجي مقرمشه. دونك ضروري انكم تستعملوا الزيت بارد. بالنسبه للكميه ديال الزبده هنايا كما غادي تشوفوا 250 غرام، فراه كافيه. كنشدوها وكنحاولوا نذوبوها مزيان. شحال ما نقصتوا الكميه ديال الزبده وزدتوا في الكميه ديال الزيت فراه مزيان غادي يجي معكم. دونك كما غادي تشوفوا كنشدوا الكميه ديال الدقيق، هذاك هو كما غادي تشوفوا من بعد ما اننا حمرناه مزيان وحديوه الاخوان باش انه ما يتحرقش معكم. بالنسبه للكميه ديال الجنجلان حتى هي حمرناها تقريبا 2 كيلو، والدقيق هنا اللي استعملناه هو 3 كيلو ونص. الجنجلان 2 كيلو كما غادي تشوفوا، وهنا اللوز تقريبا الاخوان حتى هو 2 كيلو، والاخر الاخوان نص كيلو، هذاك اللي فقط اننا درنا في الزيت باش انه يتقرمش وكنضيفوه حتى هو. دونك هادو هما المقادير الاساسيه. هنا كنزيدوا كما غادي تشوفوا 6 معالق ديال النافع من الفوق على هذا الشكل هذا من بعد ما اننا نقيناه مزيان وطحناه. وبالنسبه لحبه حلاوه حتى هي 6 المعالق يكونوا كبار، وكذلك القرفه 6 ديال المعالق. بالنسبه هنا كما غادي تشوفوا المسكه الحره طحناها مع شويه ديال السكر كلاصي. وهنا الزبده 250 غرام، فراه الكميه راه كافيه. شحال ما نقصتوا في الزبده وزدتوا في الزيت فراه مزيان. دونك هنا شويه ديال الملحه وجوج كما غادي تشوفوا 2 كيسان ديال العسل حتى هما غادي نضيفوهم. بالنسبه للزيت كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب. والسكر غادي نستعملوا فقط نص كيلو، غادي نوريكم الطريقه كيفاش انكم تستعملوا. دونك هنا غادي تشدوا ديك الكميه ديال الدقيق ديالها كنضيفوها على هذا الشكل هذا كامله. غادي نضيفوا شويه ديال الملحه وغادي نشدوا ديك الكميه ديال الجنجلان غادي نديروا النصف ديالها، يعني غادي نديروا كيلو، والاخر غادي نحتفظوا به. كنزيدوا هنا كما غادي تشوفوا النافع، وكنديروا كذلك حبه حلاوه والقرفه من الفوق. من بعد الاخوان كنضيفوا عليها سكر كلاصي مع شويه ديال المسكه الحره، وكنضيفوا ديك الكميه ديال اللوز اللي حاولنا اننا نقليوه. من بعد غادي نشدوا ديك الكميه ديال الجنجله اللي بقات لنا وكنحاولوا اننا غير نهرمشوها فقط وكنضيفوها من الفوق. بالنسبه للكميه ديال اللوز اللي بقات لنا الاخوان واللي حمرناها في الفران ضروري انكم تهرمشوها على هذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا بهذه الطريقه هذه. يعني ما كنطحنوهاش بزاف، فقط شويه كما غادي تشوفوا النصف ديال الكميه، يعني كيلو الاخوان هو اللي غادي نهرمشوه وكنضيفوه. بالنسبه للنصف الاخر غادي نوريكم شنو غادي ديروا به. فغادي ديروه في الهاشوار على هذا الشكل وغادي نضيفوا عليه واحد الكميه ديال السكر. بالنسبه للكميه ديال السكر نص كيلو في ديك الكيلو كامل ديال اللوز على هذا الشكل هذا. من بعد ما كنطحنوه كنضيفوا ديك الكميه كامله على هذا الشكل هذا كتجي على هذا الشكل. وبالنسبه للناس اللي ما عندهاش الخلاط مزيان ولا الهاشوار مزيان، فبلا ما ديرش سنيده الاخوان دير سكر كلاصي، حقاياش الا ما تطحنش مزيان تبقى الحبيبات ديال السكر من الفوق. غادي نضيفوا ديك الكميه ديال العسل تقريبا 2 كيسان الاخوان. كنخلطوا المكونات بهذه الطريقه هذه. وهنايا كما غادي تشوفوا كنضيفوا الزيت. بالنسبه لهذه الكميه كنديروا النصف ديالها كما غادي تشوفوا، النصف الاخر غادي نحتفظوا به والنصف الاخر غادي نخلطوه. بالنسبه هنا الاخوان كما غادي تشوفوا خلطنا بالزيت، غتخلطوا مزيان بهذه الطريقه هذه، يعني حتى انها كتجمع معكم كما غادي تشوفوا بهذه الطريقه. بالنسبه للناس اللي كتبغي انه كيكون معسل شويه ولا مجموع والقوام ديالو مشدود، فدير الكميه الكافيه ديال الزيت، يعني كتبقى على حسب كل واحد والنوعيه ديال الدقيق ديالو. بالنسبه للكميه الاخرى تحتفظوا بها حتى انكم تحتاجوها تخلطوها بالزبده والزيت الاخوان على هذا الشكل هذا كيجي. وبصحه والراحه. وإلا عجبك الفيديو بارطاجي مع الناس اللي كتعرف، خلي واحد القريب شي دعوه ديال الخير. وهذا هو الاخوان الحساب ديالي باش انكم ما تغلطوش فيه.